السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي احنا طبعا كلنا شفنا الصورة اللي هحطها لكم هنا دي، بتاعت واحد سوري قاعد في مصر، في اسكندرية بمعنى اصح. وبعدين لقيناه حاطط على العربية بتاعته علم الجيش الحر السوري، اللي هو بيضربوا بعض، اللي هو فين بالنسبة لنا ارهابي وداعش، اللي هو بالنسبة لنا ارهابي وداعش. طيب انا بقى سؤالي للحكومة بتاعتنا، ده ايه؟ ده ايه؟ يعني ايه واحد يبقى في تفكيره داعشي وتفكيره ارهابي؟ يعني ايه يتلقح، يبقى متلقح في مصر؟ يعني ايه نسمح لواحد يتلقح في مصر بالفكر ده اللي احنا اساسا ضيعنا، اللي احنا اساسا ضيعنا شبابنا في سينا بسبب التفكير ده. شبابنا استشهدت في سينا بسبب التطرف والتفكير بتاع نفس الشخص اللي حاطط العلم اللي على عربية وفي اسكندرية. وفي التعليقات شايفين واحد بيقول له خد بالك عشان الحكومة، احنا يعني الحكومة المصرية احنا مش عارفين الحكومة هتعمل ايه او رأيها ايه ومش عارفة. قال لهم يحصل اللي يحصل، يعني انتم بالنسبة لهم هوا، يعني احنا كده في بلدنا بالنسبة لهم هوا. يعني لما يطلع يقول يحصل اللي يحصل مش في دماغه، يبقى احنا بالنسبة له هوا. لما يطلع هو بالتفكير الداعشي والارهابي ده يحط علم زي ده، مش العلم السوري اللي اساسا انا مش عارفة ازاي هو عنده نخوة، او هو راجل اصلا، او هو عنده شرف اللي زي ده، ولا عنده امانة ولا شرف ولا اخلاق ولا اي حاجة. متلقح في بلدنا يهبب ايه كده؟ احنا بالنسبة له هوا. واحد سوري في مصر يحمل الفكر التطرفي الارهابي الداعشي ومتلقح عندنا في مصر، يعني ده تفكيره كله. لو جيت كلمت معاه كده هيقولك الجيش المصري طغاة، والجيش المصري لازم فرعوني، والجيش نفس تفكير الاخوان اللي احنا زحناهم، نفس تفكير الخونة اللي احنا حاربناهم وضيعنا شبابنا في سينا بسببهم. احنا هنستنى ايه تاني؟ انا مش فاهم. هنستنى لما واحد تفكيره زي ده لو حصل حاجة في مصر هتلاقي على اول قائمة الارهاب اللي هتحاربنا. اتمنى من الحكومة المصرية، حكومتي، حكومة بلدي، تتدخل، واللي يحمل، كل اللي يحمل الفكر المتطرف ده يتفضل في داهية على بلده، يروح يجاهد في بلده. انت اللي اسمك زفت، انا معرفش انت اسمك مقدح ايه ولا معرفش ايه، مقدح باين. اتفضل سعادتك، طالما انت بتحمل الفكر الجميل الحلو اللي مليان خير للسوريين، اتفضل سعادتك اتلقح وغور في داهية على بلدك. حارب مع الجيش اللي انت بتقول عليه الجيش الحر اللي انت حاطط علمه، حارب معاه. قاعد في اسكندريه بتعمل ايه؟ قاعد في مصر بتعمل ايه؟ انت واللي زيك اللي تلموا بعضكم كده، حبايبنا اللي اتعلقوا معاك كده، اتفقوا سوا وتفضل حضرتك بألف سلامة تروح على سوريا، حارب معاهم. طالما انت راجل، طالما انت تحمل نفس تفكيرهم، قاعد في مصر بتعمل ايه؟ انا هستفاد ايه لما سعادتك تمشي بعلم زي ده ومبسوط وفرحان؟ هستفاد ايه ان انا لما طفل يعدي ولا شاب يعدي يشوف العلم ده يقول له ده علم ايه، يقول له كذا، يبقى انا ماليت دماغ الطفل بالارهاب والتفكير المتطرف ده. انا هستفاد منك انت ايه؟ انا مش مستفاده منك حاجه. هقول تاني، الحكومه بتاعتنا لو تكرمت يا ريت تغورهم في داهيه. انا ارفض توطين اللاجئين في مصر، كده غلط. واحد سوداني يطلع يجيب لي خريطه بدون حلايب وشلاتين واجباري ان احنا نوافق عليها. واحد سوري يطلع يحمل الفكر المتطرف ويعلق لي على عربيته علم لناس متطرفه.
احنا مش مستفيدين حاجه يا جماعه. لو سمحت نداء للحكومه المصريه، يا ريت الفيديو يتشير لو سمحت. احنا نرفض الاشكال دي في مصر. انتوا كده بالنسبه لهم هوا. لما واحد يطلع زي كده يقول في التعليقات يحصل اللي يحصل، انا هفضل ادعمهم ويحصل اللي يحصل ومتلقح عندنا. احنا بنجيب المشاكل لحد عندنا يا جماعه، احنا بنجيب المشاكل لحد عندنا. طب احنا بقى هيتعامل معانا ايه؟ احنا ولله الحمد محدش يقدر علينا، خصوصا الخونه اللي زي دول. وكلنا شفنا الحمد لله سينا بقت عامله زي دلوقتي. بس مش هنيجي ندنس دم شهدائنا بوجود الاشكال دي في بلدنا. وجودهم في بلدنا ما ينفعش. لما واحد يحمل التفكير المتطرف ما ينفعش. كل كلامهم احنا هنحرر سوريا وبعد كده مصر، نحرر سوريا وبعد كده مصر. يالا ده انت وهو مش عارفين تحرروا بلدكم من اليهود اللي محتلينها. يالا ده انت مش عارف تحرر بيتك من الكلاب اللي فيها. عايز تحرر مصر من ايه؟ مصر فيها ايه عشان تحرروها؟ الحمد لله ما فيش تحت بيتي دبابه. الحمد لله ما بقفلش الباب عليا كده بالجنازير ولا باب حديد. الحمد لله بمشي في الشارع للفجر، محدش بيقدر يقول لي انت رايحه فين ولا جايه منين، ولا حد بيقول لي هناخد بيتك. لا حبيبي، دور على نفسك يلا يا محتل منك له، وبعدين ابقى اتكلم معانا مع اسيادك. تتكلم مع اسيادك. نداء للحكومه المصريه بتاعتنا، الاشكال دي لازم تترحل. يتفضلوا يروحوا يحرروا بلدهم. طالما يحمل نفس التفكير ما تروح تحرر بلدك. ايه اللي ملقحك؟ مش المفروض تروح تجاهد في سبيلهم مش في سبيل الله؟ اياك حد يطلع يقول في سبيل الله اصل مجاهدين. اياكم، ربنا ما امرش بالقتل ولا الخراب. ربنا ما امرش بالقتل ولا الخراب ولا الجهاد باللي انتوا بتعملوه ده. مفيش حاجه اسمها جهاد باللي انتوا بتعملوه. تحاربوا بعض يا اوساخ. انا مش عارفه اقول ايه. سايبين الجولان محتل من اليهود وعمالين تضربوا في بعض عشان ايه بشار وعشان ايه معرفش ايه اللي بتعملوه ده. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده انتوا لا عندكم لا نخوه ولا شرف ولا اي حاجه. طب طالما رجاله قوي كده، فلسطين بتتضرب بقالها سنه وزياده، ما خدتوش بعضكم ليه ورحتوا حررتوا فلسطين وبعد كده رحتوا حررتوا القدس؟ كنتوا اعملوا كده، خليكم رجاله واعملوا كده. ما هي فلسطين جنبكم برضو، يعني سهله تروحوا تحرروها. ما ظهرتوش الا دلوقتي، بقالكم سنه ما شفناش حد فيكم يعني. نفس اللي حط العلم على عربيته هو اللي فرحان بتركيا وايران ان هم بيتدخلوا في بلده. نداء اخير للحكومه بتاعتنا المصريه، ارجوكم اللي زي ده يترحل، ويا ريت كلهم يترحلوا وبلدنا تفضى علينا احنا بس. احنا هنعرف نتعايش ونعيش ونبقى كويسين ولله الحمد. احنا كويسين وعايشين، بس مش عايزين حمل كبير علينا، خصوصا اللي تفكيره داعشي. مفيش واحد سوري طلع قال له اللي انت عملته ده غلط، احنا ما بنشجعش القرف ده. مفيش، كلهم بيشجعوا بعض وكلهم واقفين مع بعض. اتمنى نشوف حل للهبل ده، وربنا يسترها علينا يا رب. ربنا يسترها علينا. والاشكال دي ان شاء الله انا عارفه ان الاشكال اللي زي دي هتترحل، وانا عارفه ومتاكده ان الحكومه بتاعتنا مش هتسيبه ولا تسيب اشكال. ارجوكم شوفوا حل. انا مش عايزين سوريين في البلد ولا عايزين اي جنسيه في بلدنا بالتفكير المتطرف ده. السلام عليكم.